تم المطالبه بيها الحقيقه من اكثر من شهر وشويه، واحنا بانتظار دور الانعقاد الثاني عشان نبدا نفعلها باذن الله. لجنه تقصي حقائق للادويه، لان الادويه مش مجرد سعر، الادويه احتكار سعر، ادويه مغشوشه، ادويه معموله تحت بير السلم في مصانع غير مرخصه، ادويه مهربه، ادويه منتهيه الصلاحيه وبتعد تشغيلها للمواطن بياخد. كل الحاجات دي كلها الحقيقه انا شايف انه لجنه تقصي حقائق في الادويه هيبقى لها يعني هنطلع فيها كميه نسميها كميه كوربشن او كميه فساد تفوق بكثير الصوامع القمح. هل في جهة معنية ممكن يتم إنشائها تكون تابعة للحكومة، البرلمان يعني اللي يكون يعني وراء إنشائها باختيار أعضاء من البرلمان تتصدى للأزمات اللي حضرتك يعني ذكرت؟ لا، هي اللي احنا بنصدد ان يبقى في مشروع بقانون لها واعداد وكله، اللي هي الهيئة المصرية للدواء، اللي هي دي بتشمل كل المعنيين بالدواء، حتى من المواطن اللي بياخد دواء، من المصنع، من الصيدلي، من البيطري، من الطبيب، من كله، وبتبقى تابعه مباشره لرئيس الجمهوريه او لرئيس الوزراء، مش تابعه لوزاره الصحه، ودي بتبقى مسؤوله عن جوده الدواء، احتكار عمليه انتاج الادويه، كل حاجه، تسهيل الاستثمار في الدواء، كل حاجه متعلقه بالدواء. الهيئه المصريه دي زي كل العالم عنده هيئه كده لوحديها قائمه بذاتها، لها كل امكانياتها عشان تراقب وتوفر وتتابع الدواء في السوق. فدي اللي احنا